تخيل معايا تكون عايش بخير وعلى خير وراضي بديك الحياة البسيطة اللي كتب عليك مولانا، حتى لواحد النهار غادي تقلب الدنيا ديالك سفاها على علاها، وما غاديش تبقى تفهم لمن كتنتمي، علاش انا وعلاش حتى لدابا. كاين فينا اللي الحقيقه ديالو كتنور ليه طريقه وكتخليه كيعرف كيفاش يعيش، وكاين فينا اللي الحقيقه ديالو كتظلم ليه حياته وكتحمقه. حكايه الليله عبره قويه لكل واحد غادي يختار باش انه يتبنى شي طفل او لا شي طفله. ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب اذا كانت كتعجبك هذه السلسله او لا عجبتك هذه الحلقه. صاحبة حكايتنا كتقول بلي انه الاسم ديالها الحقيقي هو غزلان. كتقول حكايتي ديال اليوم كانت تمنى المتابعين ياخذوا منها عبره، خصوصا لفئه الاباء. في قصي كنعتبر راسي انني ضحيه لداكشي اللي وقع ليا وما كنتش مسؤوله عليه 100%. فقبل ما قصتي تبدا دوزت طفولتي مزيانه كاي طفله وسط عائله ما عندهاش وما خصهاش. عشت وسط عائله اللي كل شيء كان تيبان ليا فيها مثالي، والديا عائلتي كل شيء. بابا كان خدام وماما كانت مهتمه بينا في المنزل وربتنا والحمد لله احسن تربيه. غادي نوصل ل 15 سنه عاد غادي نكتشف بزاف ديال الحوايج اللي غادي يبدلوا ليا المجرى نتاع حياتي كلها. تنعقل فاش كنت في التاسعه في مرحله الاعدادي كنت انسانه لا تبالي بالمشاكل العائليه ديالها او لا بكل ما تيوقع فيها، وما كتدخلش في امور اللي هما كبار عليها. كنت عايشه حياتي والسن ديالي حتى شي ايام غادي نبدا نسمع نقاشات ما بين والديا وكنشوفهم كانوا كيتغاوتوا وما كنتش كنعرف علاش وشنو. عمرني ما تدخلت في هذا الشيء ولا ركزت مع التفاصيل نتاع شنو واقع، حتى لواحد النهار كان عقل بلي انه غادي تجي عندي ماما، جمعت لي صاكي صغير وداتني للمحطه نتاع الكيران. بديت كنسولها فين غاديين كتقول لي غير زيدي تبعيني يا بنتي. مشينا وركبنا في واحد الكار وشدينا الطريق حتى وصلنا لواحد المدينه اللي كانت صغيره. هبطنا من الكار وانا نسول ماما عند من حنا جايين، تبعيني وما تسولي حتى شي سؤال. انا صغيره وما عارفاش فين انا ولا شنو واقع ولا علاش ولا حتى كيفاش. مشينا دخلنا لواحد الدار عند شي ناس كيعرفوا ماما، حطينا الصاك ديالنا شربنا كاس ديال اتاي وهي تقول لي يلا خرجي معايا نقضي واحد الغرض. مشيت معاها شدينا الطوبيس وديك الطريق كلها تنسول فين حنا فين غاديين علاش انا وكيفاش. ما فهمت والو لدرجه انني ما تليتش باغا نسول ماما انها ما بغاتش تجاوب. غادي نوصلوا لواحد المنطقه اللي هي خاويه شويه وغادي نتجهوا لواحد المقبره مباشره لواحد القبر ديال واحد المراه اللي غادي تسلم عليه ماما وتجلس وتبدا كتقرا في القران. انا لدابا بقيت غير ساكته شويه نطقت ماما شكون هذه؟ قالت لي قراي عليها بنتي القران. بقيت ساكته وكنشوف فيها وهي غير كتبكي وكتقرا القران. فاش سالات شافت فيا وقالت لي هذه راه امك. انا ما كنتش فاهمه هذا الشيء، توقفت الدنيا قدام عيني ما عرفت لا نضحك ولا نبكي. شنو هاد التخربيق؟ كيفاش امي؟ بغيتي تقول لي جده؟ هذه يا بنتي امك اللي ولدتك. هاد اللحظه كانت اكبر صدمه في حياتي. هاد الصدمه اللي نتج عليها اليوم اني ما نقدرش ندخل لشي مقبره لاني فيها غادي نكتشف الحقيقه ديال عمري اللي في حياتي ما فكرت فيها. كيفاش تخيلي انه امك اللي كنتي عايشه معها حياتك كاملها 15 سنه تجي تقول لك بهذه السهوله انا ماشي هي امك هي هذه اللي من تحت الارض؟ شنو زعما نوض نقول لها واش بصح هذا الشيء ولا نهضر معها الحيه ونقول لها علاش كذبتي عليا؟ انا ديك الساعه ما عرفتش باش تبليت وما طاحتش مني دمعه. كانت صدمه قاسيه عليا ديك اللحظه. وليت كنحس براسي بلي انني ما بقيتش في هذا العالم، وليت في واحد الحاله هيستيريا مسطيه غير ساكته وكنشوف. تخيلوا هذيك اللحظه اذا هزيتوني وحطيتوني في وسط العافيه نقدر كاع نتحرق ولكن ما ندير حتى شي رده الفعل. ماما مجيتها كانت مرتاحه كتقول حيدت عليا هذا الثقل اللي كنت عايشه معاه وما ردتش ليا البال كاع وما حنش قلبها عليا. عند بالها بلي انني صافي غادي نعرف الحقيقه وغادي نكمل حياتي عادي. مرضت بزاف من مورا هذاك النهار، ما بقيت لا كنهضر لا كناكل ولا حتى كنبكي. الدمعه اللي بغيتها تواسيني وتخرج الالم اللي داخل بيا ما خرجاتش. بقيت غير حاله فمي وكنشوف السقف وتنفكر في شنو طاري. بقيت تنقول لا غير كذبوا عليا وهاد القصه هما اخترعوها. عاوتاني تنقول امي ماشي هي هذيك اللي من تحت الارض، امي ولدتني من الحرام ولحتني وما عارفين شكون هي. وباش يغطيو على هذا الغلط قالوا انها ماتت، اولا باش انا ما نوصلش نقلب عليها قالوا لي بلي راه ماتت. ويا ما افكار سلبيين وشريرين جالوا لي في راسي. لا انا بنت الحرام، لا انا راه بنت الخيريه. كنت حره في التفكير ديالي لانني كنت صغيره وعاد قلت بسم الله في المراهقه اعتزلت كل شيء ما كاينش اللي يفهمني. غتجي عندي ماما وغتبدا كتبكي وتتشهق
قالت لي بلي امي البيولوجيه لما ولدتني توفات، وبلي هي في الاصل اختها، بمعنى ديك اللي رباتني راه هي خالتي. وماما البيولوجيه فاش ولدتني ماتت مسكينه، والاب ديالي نفرني وما بغاش حتى يشوفني في وجهي. قال لهم اعطيوها ولا ديوها لشي بلاصه او لشي حد يتبناها، حتى حد ما عرف السبب علاش، واش حملني مسؤوليه ديال الوفاه ديال ماما او لحاجه واحده اخرى، الله اعلم. خالتي هنايا غادي تقرر باش انها تربيني، بما انه كان عندها واحد العقم اللي كان نسبي. من نهار ولدت بنتها الكبيره ما بقاتش كتولد، فغتقرر باش انها تربيني وتهلا فيا وسهرات عليا الليالي وحسنات في تربيتي. الاب ديالي البيولوجي كان تيبغي ماما البيولوجيه ديالي بزاف، وكانت ما بيناتهم قصه حب كبيره، فهو ما قدرش على فراقها. من بعد 7 شهور غادي ينتحر. من مور هاد الحقيقه كلها تكفست حالتي النفسيه، وليت كنهضر غير بوحدي، ودرت 7 ديال المحاولات ديال الانتحار. كنعقل على المحاوله الاولى من مورا النهار ديال المقبره بسيمانه بالضبط. كنت طحت من الدوزيام ايطاج نتاع واحد العماره من الشرجم ديال لاكور. جاب الله انه كانت فيه الشبكه ديال الحديد اللي طحت فيها، حيت كنت طحت في الارض ما كنتش غادي نعيش من بعد. ترس من عنقي وكانوا اصابات بزاف في الجسم ديالي، وهذا الشيء كله والديا اللي رباوني كانوا مازال ما استوعبوا داك الشيء اللي داروا، وكان كيصحاب لهم بلي انني غير دخت. فاش كنت كنطل وطحت، وليت كنهرب من الدار، وليت كنهضر مع الموتى وكندخل وكنخرج في الهضره. وبهذا المعنى العامي غادي نتزعزع في راسي. عام من حياتي دوزتو انا مريضه نفسيا، ووالديا ما كانوش قاريين وما عارفينش مزيان في هادشي ديال الامراض النفسيه، وكانوا كيديوني ديما عند الفقهاء والرقات باش انهم يديروا لي الرقيه. وكان هذا الشيء غير ما غادي وكيزيد ليا يكفس ليا في حالتي، حيتاش ما كنتش كنحمل هذاك الجو اللي كان تيزيرني ومدخلني في واحد الدوامه واحده اخرى من السواد. هضرتي كانت ما مقاداش وكندخل وكنخرج فيها، حتى لواحد النهار واحد السيد في عائلتنا قاري وواعي مزيان غادي يقول لهم ديوها عند طبيب نفساني. لو كان ما تدخلش هذا السيد يمكن عمرني نمشي ليه، حيت والديا اللي رباوني ما كيعرفوش شنو هو المرض النفسي وما استوعبوش حتى الضرر النفسي اللي تسببوا ليا فيه. داز السنين وانا حداهم، ما كنهضر ما كنتكلم ما كنبكي، وحتى شي حد فيهم ما كان يقدر يلاحظ الحاله النفسيه اللي كنت فيها. واذا شي نهار جاتني شي حاله هستيريه وبقيت كنغوت كيمشيو كيدوني عند الفقيه اللي كيبقى كيكذب عليهم، بنتكم تخطات السحور، لا راه عطاوها التوكال وانا ربي هو اللي مطالع بيا. حتى دازت 3 سنين وحالتي ولات صعيبه بزاف. فاش داوني عند طبيب نفساني حسيت بلي اخيرا شي حد قدامي وفهم شنو عندي لداخل. هاد الطبيب اللي كان كيسول على الصغيره والكبيره في اللي كندوز فيها في حياتي، حتى وليت كنهضر مزيان وما بقاتش عندي صعوبه في النطق. بقيت كندير عنده حصص حتى وليت كنقدر كنهضر واحد شويه وتنحاول نقول شنو اللي عندي لداخل ونعبر عليه، واخا بطريقه اللي كانت قليله. بقيت هكا حتى بديت كنتجرأ انني نجلس حدا ماما وكنسولها اسئله اكثر اللي هما كيدوروا في بالي. واحد المره جلسنا وقلت لها واخا بزز باش خرجت لي الهضره، قلت لها واش انا عندي عائله بابا، واش عندي خوتي نقدر ندوي معاهم. وانا ديك الساعه كنت باغا غير نتاكد من صحه الكلام، لانه لديك الوقت مازال ما كنتش متيقه وما مستوعباش هذه الحقيقه. فبدات كتعاود لي التفاصيل وقالت لي بلي انه والديا البيولوجيين فاش تزوجوا كانوا عايشين في الخارج، وكانوا عندي 2 ديال خوتي اللي كبر مني بزاف. ماما انا داك جات لعند عائلتها في المغرب باش تشوفهم وولداتني قبل الوقت، وكان هذا هو السبب باش توفات. ولدتني في سن كبير، داكشي علاش كان خطر في الولاده. وخوتي كانوا عاقلين مزيان على الوفاه ديالي لانه كانوا كبار بزاف. فاش تزاديت انا بابا غادي يرجع للخارج عند خوتي، وانا تكفلت بيا خالتي وبقى هو عايش معاهم ديك 7 شهور حتى غادي ينتحر. صعيب عليا نقول لكم كيفاش مات بابا، ولكن هذه هي الحقيقه. قالوا لي بلي انه غادي يتلقى التران وانتحر، وكاين اللي تيقول بلي انه تران غير جرو وما كانش باغي ينتحر. اما عن خوتي من نهار ماتت الام ديالي البيولوجيه عمرهم ما دخلوا المغرب. فديك اللحظه غادي نكتشف بلي انه عندي خوتي كبر مني وخاصني نعيط لهم باش نحيي معاهم صله الرحم. تخيلوا فاش عرفت بلي انه عندي خوت حسيت براسي بلي انني ماشي بوحدي، ونسيت الجرح وليت كنقول صافي ربي ما مخلينيش بوحدي، انا عندي خوت باش نعمر كتافي. وبديت كنخرج نوعا ما من الانطوائيه اللي كنت فيها، وليت كندير المستحيل باش نوصل لهم ونجمع معاهم شملي. بديت نقول لراسي انا دخلت لمرحله واحده اخرى ولازمني نتلاقى بخوتي ونشوفهم ونسلم عليهم ونقول لهم بلي انا راني اختكم. ولكن داكشي اللي كان مخبي ليا مولانا كان عكس التوقعات ديالي.
كنت كنحاول انني نتواصل معاهم باش نقول لهم باللي انا راه كاينه ونتعرفوا على بعضنا ورغم البعد، حيت كل واحد فينا كان في دوله. جداتي ماما بابا كانت مستقره حتى هي في هذيك الدوله، وهي اللي كانت عاونتني باش انني نتواصل معاهم ونهضر معاهم. للاسف غادي نتصدم باللي انا وخوتي رافضين باش انهم يدويو معايا وما باغيين يعرفوا حتى شي حاجه عليا، وتيكنوا ليا واحد الكميه ديال الحقد اللي انا ما فاهماهاش. علاش؟ كيفاش انسان يقدر يحط المسؤوليه ديال الموت على انسان واحد اخر اللي ما عندوش فيها حتى شي دخل؟ الام ديالي البيولوجيه ما قتلتهاش، ربي اللي بغاها وداها. جداتي الله يرحمها كانت كدوي معايا خزنه منهم بلا ما يعيقوا، وكانت كتصيفط ليا الفلوس وكتقول لي انت اللي بقيتي من المرحوم، اما خوتك راه قطعوا يديهم من الرحمن. كتقول لي بلي انهم راه خرجوا من الاسلام، ما كيصوموش ما كيصليوش، بلي انهم كيتاجروا في الممنوعات، وكتقول لي بعدي منهم راه ماشي ديال العشره وما فيهمش خصال رحيمه. لدرجه فاش انني كنت كنقطع الطياره باش انني نمشي لعندهم كانت كتقول لي لا بنتي الا جيتي راه غادي يقتلوك. تخيلوا خوتي شقاق تيصيفطوا لي اوديوهات وتيقولوا لي سيري شوفي الفم تلصقي، اذا بغيتي الفلوس نعطيوهم ليك وسيري في حالك، حنا ولدونا والدينا غير بزوج وماتوا، سيري قلبي لك على امك وباك. كانوا تيصيفطوا لي بلي انني بنت الحرام وبلي انني بغيت غير نلصق فيهم. تخيلوا فاش كنت كنقرا هذا الكلام كان كيضرني خاطري، وكنقول صافي الموت احسن ليا ورحم بيا. ما عرفتش علاش عائله بابا حتى شي حد ما بقى سول عليا، وعلاش انقطعت العلاقه مع العائلات، وهاد النقطه بالضبط خايفه نبحث فيها ونعرف شي حوايج اللي غادي يزيدوا يخرقوني. حيت لما كنسول ماما اللي هي خالتي في الاصل كنحس بها بلي انها نوعا ما كترتابك، وكتقول لي عائله باك راه صغيره وكلهم في الطاليان شنو بغيتي بهم. حتى جده كنت كنسولها واش عندي شي عماماتي ولا عمامي بنات عمي ولا شي حد من عائله بابا، كتقول لي لا راه ما عندكش، راه عندك غير باك بوحدو. اش هاد الدوامه يا ربي فاش دخلت. حتى لواحد النهار فاش غادي نقرر باش انني نهرب من الدار ومشيت لمدينه واحده اخرى، وليت كنعيش في الزناقي وندور بوحدي، تشردت بمعنى الكلمه، وليت اعزكم الله مسخه، حالتي حاله مشعككه، وكناكل حاشاكم غير من القمامات. وهذا الشيء دام لمده 4 ايام. حتى لواحد النهار واحد السيد كان غير دايز جرني وقال لي يلا معايا. فين غادي نمشي؟ وانا ديك الساعه حتى الهضره ما كانتش كنت نطقها مزيان. كان تيسحاب لي بلي انني كنتمي لبنات الليل، تيجرني وانا كنغوت حتى دخلني الطوموبيل ديالو، تنقول لي بعد مني وكنغوت. غادي تعصب عليا ونزل من الطوموبيل ودار ليا من الجهه الاخرى وهلكني بالعصا حتى ما بقيتش كنبان بالدم في وجهي، زرق ليا لحمي وصحتي، تهرست 2 ديال الهرسات وزادو خلاني. تخيلوا معايا لدابا وجهه عمرني ما غادي ننساه. غادي يكونوا دايزين البوليس صدفه وبنت ليهم مليوحه، وسط ديك الحاله غادي يهزوني. مشيت للسبيطار، جاو عندي تيسولوني بنت منتي وفين كتسكني. انا غير ساكته وكنشوف وتنقول كون غير قتلني ومت. بما انه دارنا كانوا اصلا حاطين شكايه عند البوليس باللي انني خرجت من الدار، المهم غادي يتواصلوا معاهم البوليس. فجاو داوني وداوني حتى صحيت وبريت من الهرسات، بقيت غير شاده عليا في واحد القنت في الدار، وتيديروا لي اي حاجه غير باش نرجع بخير. جابوا لي صحابي حتى للدار، وبما انني كنت كنلعب الجيتار من صغري شراو لي جميع الالات الموسيقيه وحطوهم حدايا غير باش نبرا. حتى من الطبيب النفسي ديالي كان تيجي عندي ما مره ما زوج للدار باش يدوي معايا. شويه بشويه بدا تيخرجني من الحاله اللي دخلت ليها. 2 عام وانا متاثره بداك الشيء اللي وقع ليا، ونتقاطعت على الدراسه. والعام الاخير ديال 2017 عاد بديت كنخرج شويه وكنقدر كنتكلم، وبديت تنحاول انني نتقبل شويه داك الوضع. لكن كان عندي مشكل انني ما كنتش كنقدر نخرج الدموع وما كنقدرش نعرف نعبر بهم. من هذاك النهار ديال المقبره ليومنا هذا، من بعد معاناه كبيره مع المرض النفسي اللي دامت المده ديالو عمرها 5 سنين، غادي نفيق نوعا ما. لقيت راسي فاتوني بزاف ديال الحوايج، وباللي كاع هادشي مناش دزت عمره ما غادي يرجع ليا والديا ولا يرجعني حتى اللور ولا يبدل ليا المكتوب ديالي. غادي يتقاتلوا معايا دارنا حتى درت ساعات اضافيه ونعوض اللي فات، وقريت ودوزت الباك الحر ونجحت فيه. خديته باسي بيان وانا ندخل لواحد المدرسه قريت فيها 2 عام. ووسط هادشي كله كنت في المحاكم كندعى مع خوتي على الارث اللي كانوا طعنيني في ثبوت الابوه ديالي، وكانوا داعيني حتى على استحقاق الارث. فبقيت حتى خديت حقي وشريت الدار اللي دابا سكنت فيها بوحدي، وليت ضد الفكره انني نسكن مع شي حد. قررت باش انني ندير حياتي بوحدي ونكون عائله ديالي ونجدد هذاك الدفء اللي افتقدته من نهار عرفت باللي انني متبنات. انا اليوم خدامه، واخا مازال باقي عندي مشاكل مع خوتي اللي من لحمي ودمي اللي مازال كيهددوني انهم يقتلوني،
لكن ما بقاش كيهمني هذا الامر، وليت باغا غير صحتي انها تولي مزيان وعقلي يولي سليم. والديا اللي ربوني عمرني ما نسيتهم ولا غادي نفرط فيهم، وتنمشي عندهم مره اذا قدرت كنفرحهم ماديا واخا ما ناقصهم حتى شي حاجه، لانهم داروا فيا خير كبير عمرني ننساه. لولاهم ما عرف شنو كان غادي يوقع لي اليوم. المشكل الوحيد اللي عندي انني جالسه بوحدي في الدار، تنحس بعدم الانتماء وما كنحسش بلي انني اصلا كنتمي لشي حد وبلي انني يتيمه. انا خايفه من هذا الشيء اللي كنحس به انه مستقبلا يعرضني للمشاكل مع ناس اخرين، ولا عندي تخوف انني ندخل شي حد في حياتي ويكون تيكذب عليا ونطيح في مشكل كبر، حيت كنحس براسي بلي انه ما بقاش عندي الجهد انني ندخل في صراعات من جديد نتعشى قصه واحده اخرى من غير قصتي. وهذه هي حكايتي، قصتي فيها رسائل الاباء اللي بغيت نقول لهم عافاكم. تبني ماشي هو انك تجيب ولد وصافي، ولكن خاصك تكون عارف وفاهم مزيان كيفاش تتعامل معاه وما تعيشوش ديك الصدمه اللي تقدر تخرج عليه حياته كامله. هذه الحكايه ديالي فيها رساله للاباء والعائلات الحقيقيه، لما تخلاو على شي طفل اللي هو مازال ملائكه ما تحملوش الذنب ديال امه اولا ديال باه اللي ما عنده حتى شي ذنب ولا داخل فيهم. انا اليوم كنعيش اصعب ايام حياتي حيت اعدائي في الحياه تخيلوا هما خوتي اللي كيجرجروا فيا من محكمه لمحكمه وحاولوا باش انهم مره ما زوج يتهجموا عليا في داري ويأذوني. انا وليت اليوم من انطوائيه في حياتي وما بقيت كنشوف فيها حتى شي حاجه. عندي ازمه انني نثق في الناس، واي واحد دخل في حياتي كنحاول انني نبعده ونكرهه فيا حتى كيمشي، حيت تنقول بلي انه الخير ما لقيته في حتى شي خوتي، واش غادي نلقاه مازال في البراني. هذه هي قصتي وشكرا حيت سمعتوا ليا.